بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد الفشل الذريع بتاع كولر في الماتشات الأخيرة، وبالأخص ماتش هلال السوداني اللي كان على ملعبك ووسط جماهيرك، ومعرفتش تكسب إلا واحد بالعافية، وانت طلعت في الآخر المهاجمين اللي قادرين يسجلوا. وعملت ايه تاني؟ كولر يستحق يمشي عليه. مشى ديان بحجة ان عندك أحمد نبيل كوكا في مركزه أفضل منه، وبعد ما مشي وتألق في الدوري السعودي ولا كوكا ولا أكرم عارف يعوضه، لأنه حرفيا أفضل نص ملعب محترف مع الأهلي آخر 5 سنوات. مشيت أحمد عبد القادر عشان مش مقتنع بيه، اللي راح الدوري القطري ومن أول مباراة تألق وبيسجل، وغير كده ما كانش عندك بديل وقتها ولا لاعب مهاري يقدر يعدي واحد على واحد غير أحمد عبد القادر. وسام ابو علي اللي ما قدرتش تتعامل معاه نفسية، وبسببك وسبب تغييره كان سبب ضياع التأهل منك امام بتشوكا المكسيكي، ومن وقتها وهو تايه في الملعب. كهربا اللي كان معاك لاعب منتهي يمشي على الدوري الليبي، ومن تالت اسبوع بينافس على لقب هداف الدوري هناك، مفيش مباراة ما بيسجلش فيها. لا، وكمان بيضيع فرص، ومحدش بيقول هي ليبيا فيها كورة عشان نقوله هي السودان فيها كورة. الأغرب من كده أي لاعب يتألق ماتش اللي بعده يلاقي نفسه على الدكة، وغير لعيبة جات ملعبتش شوط على بعضه زي يوسف أيمن وعمر الساعي، في الوقت اللي مصمم فيه كولر على كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح، وتلعب لعيبة كتير في مراكز غير مراكزها. علامات استفهام كتيرة من وقت رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة. رحيل كولر مرسل كولر أصبح أمر واقع لإنقاذ الفريق قبل كأس العالم للأندية. آسف عن تأخير تنزيل فيديوهات.